اتوفى من 450 سنة، لكن تنبؤاته لسه بتحصل زي ما توقع بالظبط. نوستراداموس أو ميشيل دو نوسترادام، المنجم الأشهر في التاريخ، اتنبأ بتوقيت نهاية العالم وحدد موعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية بمنتهى الدقة، وتوقعاته ل 2024 كارثية. تعالوا نشوف الحكاية في ستوري بالعربي. ستموت الملكة إليزابيث الثانية عام 2022 عن عمر يناهز 96 عاماً. هتندهش لما تعرف إن اللي قلته ده كتبه المنجم الفرنسي نوستراداموس في كتابه النبوءات من أكتر من 400 سنة، وهو اللي حصل بالظبط. الملكة إليزابيث اتوفت في 2022 عن عمر يناهز 96 عاماً. النبوءات كتاب نوستراداموس اللي صدرت الطبعة الأولى منه سنة 1555 ميلاديا، بيتكون من 942 رباعية شعرية بتتنبأ بالأحداث من القرن ال16 لغاية نهاية العالم. توقعات نوستراداموس زي ما قلنا في صورة قصائد شعر، وده اللي خلى الكاتب البريطاني ماريو ريدنج ينشر كتاب سنة 2006 بيوضح بالتفسير والشرح كل تنبؤات المنجم الفرنسي. ومن الأحداث الكبيرة اللي توقعها نوستراداموس الحرب العالمية الثانية ووفاة الأميرة ديانا، ده غير توقعه لنهاية العالم في عام 3797 ميلاديا. طب إيه توقعات نوستراداموس لعام 2024؟ قبل ما أقولك توقعاته للسنة الجديدة، خلينا أقولك تنبؤاته ل 2023 وإيه اللي حصل منها فعلا. نوستراداموس اتوقع حدوث حرب كبيرة في 2023، والبعض فسر ان التنبؤ ده مرتبط باستمرار حرب روسيا وأوكرانيا. سيرتفع مكيال الحنطة حتى يأكل الرجل رفيقه. كتير من الخبراء ربطوا بين التنبؤ ده وارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي اللي شافه العالم في 2023. ومن توقعات نوستراداموس ل 2023 زيادة جفاف الأرض وحدوث فيضانات عظيمة. وبمتابعة بسيطة لأحداث السنة اللي فاتت هنلاقي التوقع ده بيتوافق مع أزمات المناخ اللي بيشهدها الكوكب كله، واللي بتتمثل في فيضانات كتيرة في مناطق حتى ما كانش بيحصل فيها فيضانات، ده غير التحذيرات العالمية من زيادة جفاف الأرض وتكرار حوادث حرائق الغابات. نيجي بقى لتوقعاته للسنة الجديدة 2024. القتال والمعركة البحرية. سوف يصبح الخصم الأحمر شاحبا من الخوف، ما يضع المحيط العظيم في حالة من الرهبة. ايه معنى الكلام اللي انا قلته ده؟ الحقيقة ان ده واحد من اخطر تنبؤات نوستراداموس لعام 2024، ووفقا لعدد من المفسرين التنبؤ ده بيشير الى حرب ومواجهة بحرية محتملة مع الصين. وعلى ارض الواقع هنلاقي في حرب اقتصادية بين الصين وامريكا، ده غير توتر العلاقات بينهم بسبب صراع بكين مع تايوان. ومن ضمن توقعات المنجم الفرنسي لعام 2024 اجبار الملك تشارلز على التنازل عن حكم بريطانيا عشان يتولى الحكم شخص ليس له الحق قانونا في العرش. وكتير من الخبراء شايفين ان الشخص ده هيكون الامير هاري. مجاعة كبيرة جدا بسبب موجة ملوثة. نوستراداموس توقع كمان ان استمرار الازمات المناخية هيتسبب في زيادة جفاف الارض وحدوث مجاعة كبيرة. وبعض الخبراء ربطوا بين كلمة موجة ملوثة واحتمالية حدوث تسونامي يدمر الزراعة ويتسبب في مجاعة عالمية كبيرة. توقعات مكتوبة من 450 سنة، كتير من المهتمين بالتنجيم والتنبؤات مؤمنين بيها وبيدوروا عليها، خاصة لما بتصدق التوقعات دي. وده اللي حصل مثلا بعد وفاة الملكة إليزابيث في 2022، لدرجة ان كتاب تفسير نبوءات نوستراداموس بقى الأعلى مبيعا في بريطانيا. وزي ما في ناس كتيرة مؤمنة بالنبوءات، في ناس أكتر بترفع شعار كذب المنجمون ولو صدقوا.